عناوين الأخبار: رئيس الوزراء يجتمع برجال الأعمال من مواليد تيغراي ويناقش معهم سبل إعادة تأهيل الإقليم. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يبعث برسالة إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي، يقدمها إليكم فورك يوهانس. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمك مكونن محادثات مع مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز لينار تشي في مكتبه، وناقش الجانبان جهود الحكومة الإثيوبية في احتواء الأزمة الإنسانية في إقليم تيغراي. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية دمك مكونن أنه تم بذل جهود مكثفة لتحسين حياة سكان الإقليم. ومن جانبه أشاد المفوض الأوروبي لينار بالتسهيلات المقدمة لتوفير المساعدات الإنسانية والاطلاع على الوضع، منوها إلى أن تفاقم الحملات العسكرية في بعض المناطق الريفية جعل من الصعب إيصال المساعدات الإنسانية. وأثنى المفوض الأوروبي على الاتفاق بين مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية والأمم المتحدة على التحقيق المشترك في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في ولاية تيغراي، كما أشاد بانسحاب القوات الإريترية من المنطقة الحدودية الإثيوبية الإريترية. أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن تمويل جديد بقيمة 53.7 مليون يورو كمساعدات إنسانية للمتضررين في إقليم تيغراي، وسيتم تخصيص التمويل المعلن عنه لإغاثة المتضررين بما في ذلك المواطنين النازحين والقرى المضيفة. ووفقا لمفوض إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي يانيز، فإن المساعدات الإنسانية المعلن عنها ستمكن من توفير المساعدات الإنسانية للمتضررين في إقليم تيغراي والمناطق الأخرى في البلاد. ووفقا للاتحاد الأوروبي، سيصل مفوض إدارة الأزمات يانيز لينار إلى إثيوبيا للقاء نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمك مكونن. صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد دمك مكونن في رسالة بعث بها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة موقف إثيوبيا تجاه المفاوضات الثلاثية، مشيرا إلى أن إثيوبيا ملتزمة بالمفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. ودعا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمك مكونن أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى حث مصر السودان على العودة إلى المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة واحترام المسار الذي يقوده الاتحاد الإفريقي. وقال دمك في رسالة بعث بها إلى الرئيس الحالي للمجلس إن هذا المسار حظى بالدعم الكامل من مجلس الأمن على أساس مبادئ التكامل لإيجاد حلول أفريقية للمشاكل الإفريقية. وذكر دمك في رسالته على أن مصر والسودان لم يستجيبا بشكل إيجابي لدعوة إثيوبيا لتبادل المعلومات بشأن التعبئة الثانية من السد في موسم الأمطار المقبل، منوها إلى أن الجهود المبذولة لحرمان إثيوبيا من الاستخدام غير العادل لمياه نهر النيل باسم اتفاقية ملزمة غير مقبولة. وأوضح دمك أن إثيوبيا ملتزمة بإعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها قادة الدول الثلاثة في الخرطوم عام 2015، لكن السودان ومصر يبتعدان عن الاتفاقية. ووفقا لمكتب المتحدث باسم الوزارة الخارجية، فإن أي محاولة للضغط على إثيوبيا وأي محاولة لاستبعاد الاتحاد الأفريقي من المحادثات ستقوض الثقة بين البلدين.
قام الإثيوبيين وذوي الأصول الإثيوبية الذين يعيشون في الولايات المتحدة مينيسوتا والغرب الأوسط في الولايات المتحدة بتسليم 40,000 دولار جمعتها لجنة تنسيق دعم سد النهضة الإثيوبي الكبير إلى وفد ترأسه السفيرة برتكان أيانو. وصرح رئيس اللجنة القس فرانسيس بأن اللجنة تشكل لمكافحة الإشاعات الكاذبة المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي ولجمع الأموال لبناء السد. وأضاف بأن اللجنة تجري أنشطة تدعم الدبلوماسية الشعبية من شأنها حماية المصلحة الوطنية لإثيوبيا. وقال القنصل العام الإثيوبي في مينيسوتا السفير عبد العزيز محمد بأن الإثيوبيين الذين يعيشون في مينيسوتا والغرب الأوسط قد أعادوا تأكيد التزام بلادهم بتخصيص أموال كبيرة للمشاريع الوطنية. وقال أن مشاركة المغتربين في الدبلوماسية الشعبية والاستثمار المحلي المباشر أمر مشجع للغاية. ومن جانبها شكرت المديرة العامة لمنظمة المغتربين الإثيوبيين السيدة سلاماويت داويت الإثيوبيين القانطين في مينيسوتا والغرب الأوسط على دعم بلادهم رغم الظروف الصعبة التي فرضتها وباء كوفيد-19. أجرى رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد اليوم محادثات مع أصحاب الأعمال والمثقفين من إقليم تيغراي الذين يعيشون في مدينة أديس أبابا لمناقشة القضايا الراهنة والوضع في إقليم تيغراي. وبشأن المناقشة الرئيسية قال رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد الاثنين في تغريدة له على حسابه في تويتر أن إعادة بناء إقليم تيغراي تتطلب تضافر جهود مختلفة الجهات الفعالة لا سيما أبناء الإقليم. ناقش السفير الإثيوبي لدى السودان بلتال إمرو مع المؤرخ السوداني الشهير الدكتور عمر الأمين سبل جمع علماء البلدين معا للبحث عن حل سلمي للنزاع الحدودي بين إثيوبيا والسودان. وتطرق الجانبان في مناقشتهما حول كيفية إنشاء منتدى للأكاديميين من البلدين بهدف إيجاد حل للخلافات الحدودية حول الطاولة المستديرة بطرق سلمية. كما أجرى السفير بلتال إمرو مباحثات مع أبيل بوهونغو رئيس البعثة الدبلوماسية لرواندا في السودان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك العلاقات الثنائية المتميزة بين إثيوبيا ورواندا. قال وزير الري السوداني السابق الدكتور عثمان التوم إن المفاوضات التي دعا إليها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك يجب أن تركز على تقارب الدول الثلاثة وليس على الآليات مثل المفاوضات السابقة. أفتكر على أنه الدورة اللي فاتت كان لازم تفشل لأنها بدل من أن تركز على تقريب وجهات النظر من خلال مسهلين كان الكلام كله عن آلية التفاوض. لم يتطرقوا ولا لنقطة واحدة من النقاط التي تبقت وهي قليلة لتغريب وجهة النظر فيها. وأفتكر على أنه لو الاجتماع القادم الذي دعا له رئيس الوزراء السوداني إذا ذهب في نفس الطريق ستكون النتيجة واحدة. أنا أثيوبية وأنا متشوقة لأرى سد النهضة. أنا إفريقي وأنا أؤمن بالتضامن في استخدام الموارد المشتركة. والنقطة الثانية أنا بنستخدم الكهرباء في المواد الكهربائية لمحاربة
فقر والتخلف، وهذا هو هدفنا ليس أكثر من هذا. وأرجو أن تفهمونا جيدا، نحن لا نريد الضرر للآخرين وإنما نريد التعاون معكم. شهد العالم الكثير من السدود، وسد النهضة سد مثل غيره. كل ما ينطبق على تلك السدود ينطبق على سد النهضة أيضا. النيل ثقافة مغروزة فينا في شتى النواحي، النيل هوية عرف الكثير كأبنائه، النيل حياة يعيش الكثير حولها. سد النهضة هو حق تاريخي مكتسب بنيناه بجهودنا وبإرادتنا بعد توفيق الله عز وجل، فلنحافظ على هذه الرسالة لنوضح للعالم بأن سد النهضة مصدر سلام وتعاون مشترك بيننا وبين أشقائنا في جمهورية مصر العربية. إن بناء السدود في الأراضي المرتفعة بدلاً من السدود المبنية في المناطق الصحراوية سيقلل من خطر التبخر. سد النهضة سيكون مداراً لتصدير الطاقة المتجددة والنقية لأثيوبيا والدول الأفريقية بأسعار معقولة. لا يمكن أن نرضى ولا يمكن أن نقبل أن يعيش جل شعبنا في ظلام دامس، في فقر مدقع. أن سد النهضة سد تنموي وسد إيجابي لكل مناطق دول حوض النيل الشرقي، ونقول مبروك للسودان، مبروك لأثيوبيا، ومبروك أيضا للشعب المصري الذي لن يتضرر من هذا السد. يجب أن يكون للنيل مصدر للوحدة، دافعا للتطور وساحة للسلام. إذن ماذا ننتظر؟ يدا بيد فلننتفع بهبة الله الثمينة بعدل وعقلانية. مشاهدينا الكرام، ما زلتم تتابعون نشرة الأخبار من التلفزيون الإثيوبي. أشاد سفير جمهورية إثيوبيا لدى دولة الكويت السفير حسن تاجو بعلاقات الكويت الثقافية والتاريخية القوية مع إثيوبيا، ودعا إلى تعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال تقديم السفير نسخة من أوراق اعتماده إلى معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة للشؤون المجلس الوزراء بدولة الكويت. وشدد السفير على ضرورة تعزيز هذه العلاقات في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة. كما سلط السفير حسن تاج الضوء على مسار المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة وعملية إنفاذ القانون في إقليم تيغراي والانتخابات العامة الوطنية المقبلة، وموقف إثيوبيا من الخلاف الحدودي مع السودان. ومن جانبه رحب الوزير الدكتور أحمد بالسفير معربا عن حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالين السياسي والاقتصادي، كما أعرب عن رغبة بلاده في العمل على زيادة توطيد العلاقات بين البلدين، متمنيا للسفير التوفيق في مهامه. استقبل وزير المعادن والبترول المهندس تاكلا أوما في مكتبه عثمان ديون المدير الإقليمي للبنك الدولي في إثيوبيا، وناقش الطرفان سبل الاستفادة بشكل استراتيجي من التكنولوجيا الرقمية في مجال التعدين، وخاصة في إضافة القيمة على المنتجات المعدنية وفقا لما نشره الوزير على تويتر. وأضاف الوزير إلى أن كل إقليم في البلاد يتمتع بموارد معدنية مختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل استفادة جميع المواطنين من هذه الموارد من خلال المشاركة الاقتصادية للمجتمعات المحلية. قبل نهاية نشرتنا الأخبارية فلنذكركم بأهم العناوين. رئيس الوزراء يجتمع برجال أعمال من مواليد تيغراي ويناقش معهم سبل إعادة تأهيل المدينة. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يبعث برسالة إلى المجلس الأمن فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.
مشاهدينا الكرام، بهذا وانتهت نشرتنا الأخبارية من التلفزيون الإثيوبي. كنت معكم أفورك يوهانس، وإلى اللقاء.